السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة أكاديمية عواد. إمتى أبيع سهم؟ حضرتك في أكتر من حالة تبيع فيهم السهم. يعني مثلا لو أنت حضرتك اشتريت سهم في سعر عالي أو منطقة تاريخية ما وصلهاش السهم، فحضرتك ممكن تبيعه، أو حضرتك تستنى لما ينزل السهم لمنطقة رد منها قبل كده وتعمل متوسط. فدي أول حالة. طيب تاني حالة، إن حضرتك اشتريت سهم في شركة خسرانة أو الشركة دي بتحقق خسائر كل سنة، ففي الحالة دي حضرتك تبيع السهم، ما تعملش حتى فيه متوسط، لأن الشركة دي غير مضمونة ومخاطرتها عالية جدا جدا جدا. ممكن في وقت من الأوقات الشركة دي تعلن إنها هتصفي، ففي الحالة دي أنت ممكن تخسر فلوسك كلها. ممكن بدل مثلا ما تكون محقق خسارة 10% أو 20%، ممكن فلوسك كلها تروح، لأن الشركة دي اوريدي خسرانة. دي تاني حالة. تالت حالة يا فندم، طيب تالت حالة إن لو حضرتك اشتريت سهم في توقيت مش مظبوط أو توقيت غير سليم. يعني احنا قبل كده شرحنا فيديو بيتكلم عن إدارة الوقت والبورصة، موجود في القناة، ممكن حضرتك ترجع له، ولكن هشرح الفكرة في موجز بسيط. يعني ايه توقيت غلط؟ يعني حضرتك والله اشتريت مثلا والسوق في منطقة تاريخية ما وصلهاش قبل كده، يعني زي ما احنا ذكرنا في اول حالة ان السهم وصل بسعر الى منطقة تاريخية. ده بالنسبة للسهم. السوق برضو ساعات بيوصل الى مناطق تاريخية ما وصلهاش قبل كده. فلو السوق عالي جدا او في منطقة زي في الحالة بتاعتنا في الفترة اللي احنا فيها، السوق وصل الى 18300 18200، وانا نصحت كتير من الناس انها تتأنى في عملية الشراء، لان السوق مخاطرته عالية جدا جدا جدا. ف دي تالت حالة، ان التوقيت. وانا استاذن حضراتكم ترجعوا الى الفيديو اللي انا عملته اللي هو بيتكلم عن ادارة الوقت والبورصة. فاحنا كده قلنا 3 حالات. اول حالة معانا بتتكلم عن السهم وهو سعره عالي. تاني حالة يا فندم ان يكون الشركة خسرانة. تالت حالة التوقيت. طيب دلوقتي امتى احتفظ بالسهم؟ حضرتك تحتفظ بالسهم، المعيار الوحيد اللي يحدد لك انت السهم ده تحتفظ بيه او ما تحتفظ بيه هو السعر يا فندم. يعني لو انت حضرتك يا فندم شاري السهم بسعر كويس، حضرتك تحتفظ بيه ايا كان. يعني لو السهم ده شركة قوية وشركة بتحقق ارباح واشتريت السهم بسعر كويس، حتى لو مثلا اشتريته في توقيت مش مظبوط او توقيت خطأ، ولكن السهم ده سعره كويس جدا جدا جدا، فحضرتك احتفظ بيه. لان حتى لو انت اشتريت السهم في سوق عالي او مخاطرة السوق عالية، ممكن السوق لما يصحح فالسهم هيصحح، فالسهم هينزل بيك، ولكن مش هينزل بيك كتير. حتى لو نزل بيك مثلا 5% او 10%، ولكن السعر اللي انت اشتريت بيه سعر ممتاز جدا وكويس جدا، فاكيد السهم هيطلع فوق السعر اللي انت اشتريت بيه، لان السهم يستحق اكتر من السعر اللي انت اشتريت بيه. ففي الحالة دي يا فندم تحتفظ بالسهم، ما تبيعوش. بس دي كانت حاجة بسيطة كده، واتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم، واتمنى الاشتراك في قناة أكاديمية عواد. وهسيب لحضراتكم في اول كومنت الجروبات بتاعتي، جروب الواتساب وجروب الفيسبوك، واتمنى الاشتراك في قناة أكاديمية عواد، واتمنى تعملوا لايك وتكتبوا لي في الكومنتات لو انتوا عايزيني اعمل فيديوهات تانية او في اي استفسارات او اي حاجة. وشكرا جدا لحضراتكم. السلام عليكم.